طيب أنت كنت تتحدث قبل شوي عن الجزائر، أنا بس أحب أعقب على كلام بعض المغاربة. يا أخي أقسم قسم أنا وقت أقرأ تاريخ الجزائر، يا أخي كل ما تقرأ شيء عنه تندهش أكثر. أقسم صرت أموت على رب الجزائر، على التاريخ الجزائري اللي عندهم. أقسم قسم أنا لم أقرأ فيه، رغم أنا إنسانة متشعبة بالتاريخ وأحب التاريخ وأقرأ الحضارات، لكن أقسم قسم تاريخ الجزائر من لم يعرف التاريخ الجزائري لا ولن يعرف شيء عن النضال، لا ولن يعرف شيء عن تاريخ الرجال. إذا أردتم أن تعرفون تاريخ الرجال ابحثوا في التاريخ الجزائري. إذا أردتم أن تعرفون كيف يكون الرجال اذهبوا إلى الجزائر. أنا دائما أقول للخليجيين أو أقول للخونة اللي عندنا أو أقول للمروكيين، يا أخي إذا أردتم تشبهوا بنساء الجزائر، ليست رجالهم لا، بل نساء الجزائر. لماذا؟ يعني الآن وقت تقرأ في تاريخ الجزائر تخيل امرأة بعمر إيش؟ عمرها 27 عام، اللي اسمها فاطمة أو لالا متسومر. يا أخي فرنسا كانت في أوج قوتها، سخرت 5 جنرالات فرنسيين بقيادة 45 ألف جندي فرنسي لتقاتل هذه الامرأة، ورغم ذلك لم تستطع على إخضاعها حتى استخدمت سياسة الأرض المحروقة. يعني تخيل عظمة الجزائر يا أخي. أقسم قسم وقت أتحدث عن الجزائر أنا حرفيا أرى أن الكلمات خرساء وعمياء، تعجز عن اللفظ، تعجز عن التعبير. يا أخي الجزائر قارة، حرفيا وقت تتحدث عن الجزائر أنت تتحدث عن قارة الشرف، قارة الشرف في العالم، ليست في أفريقيا فقط. إضافة أهم من هذا كله، الجزائر وليبيا أيضا هن البلدين الوحيدين اللي لم يتآمروا أبدا بالمطلق، لم يتآمروا على شعب، ولن يطبعوا ولن يخذلوا ولن يبيعوا شرفهم. إضافة أنه الجزائريين فعلوا ما لم يفعله أحد من قبلهم على مدى 132 عام، يعني قرن وربع، قرن وربع هم يناضلون يقاتلون الفرنسيين، رغم كانت فرنسا في أوج قوتها، كانت فرنسا في أوج قوتها. طبعا أنا الآن وقت أرى ما يحصل في غزة والناس تسقط على المقاومين، أقول اتخذوا من الجزائر أسوة حسنة. لماذا؟ لأن الشعب الجزائري وقت قاتل فرنسا لم يكن يملك السلاح، لكنه يملك شيء يفتقر إليه العرب، بالأحرى